السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى متابعين؟ اولا انا بشكر كل مشاهدين لقناتي سواء مشتركين او غير مشتركين، وبشكرهم على كل كلمة وتشجيع منهم، ويا رب اقدر ان انا اقدم حاجة احسن كمان. النهاردة هنعمل مقادير البسبوسة من غير قشطة ولا لبن ولا حليب. معانا دلوقتي المقادير الخليط اللي هنعملها الاول قبل البسبوسة. معايا كوباية الا ربع مية وكوباية الا ربع سكر و3 معالق سمن، وهندوب كل ده على النار، واول ما يدوب هنسيبه لما يبرد. يعني يكون دافي شوية كده. طبعا هكون مجهزة صينية مدهونة بالسمن، السمن يكون زيادة شوية لان البسبوسة بتحب السمن كتير. ومعايا نص كيلو بسبوسة حطيت عليه رشة ملح خفيفة، والخليط اللي لسه عاملينه من شوية دلوقتي اول ما تلاقيه دافي او فاتر شوية كده هننزل بالخليط على البسبوسة. وهنقلب بس تقليب خفيف جدا، مش هنعجن. هندوب بس سميد البسبوسة مع الخليط لحد ما يختلط كويس، وبعد كده هنصبه في الصينية المدهونة زي ما قلنا. وبعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. دلوقتي هنعمل الشربات. السكر قد المية بالظبط، شربات البسبوسة بيبقى خفيف، السكر قد المية يعني كوباية وربع وكوباية وربع. لو عندك عسل جلوكوز مننساش الفانيليا طبعا، حطيت باكوين. لو عندك عسل جلوكوز هنحط معلقة كبيرة، لو مفيش عسل جلوكوز هنحط معلقة عسل ابيض او معلقة شربات تقيل. اول ما تغلي هننزل بعصرة نص ليمونة ونسيبها تغلي لمدة من 5 ل7 دقايق. طبعا صينية البسبوسة طلعناها من الفرن سخنة، وهننزل عليها بالشربات سخن برضو، ونسيبها لحد ما تشرب كل الشربات، ونغطيها علشان لما نغطيها بتبقى طرية. ونسيبها بقى تبرد. زي ما انتوا شايفين مفيش احلى ولا اجمل من كده، بمكونات بسيطة خالص وغير مكلفة هتعملي احلى بسبوسة. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي احلى وسهلة مع صافي، وما تنسوش تفعلوا الجرس ونضغط على كلمة الكل علشان توصل لكم كل اشعاراتي بالفيديوهات بتاعتي. واتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وتكونوا استفدتوا ولو شيء بسيط من وصفتي. مع السلامة.